السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنقمع الباميه مع بعض بقى، لان خلاص كل سنه وانتم طيبين كده، يا دوبك اوانها يعني. بقمعها بالطريقه بتاعتي اللي كل سنه بعملها بيها. ده كده كيس من السنه اللي فاتت. الباميه اهي، بصوا نفس الخضار وبرده ما قشرتهاش اهو، نفس اللون واحد. بصوا نفس اللون واحد اهو، المجمده مع الصبحه كلها لون واحد. نعملها لون واحد ازاي يا نونا؟ يلا انا اقول لكم. الباميه بقى دلوقتي ايه دوبك اوانها. ما تيجي تنقي الباميه للتخزين تنقيها وسط كده، ما تقشرهاش من هنا. ليه؟ لان هي بتتخزن مده كبيره. باميه انا طول عمري بعملها بطريقه واحده، اللي هي ايه؟ الطريقه دي. بصوا ده كده بتاع السنه اللي فاتت، دي كده باميه السنه اللي فاتت. بصوا نفس اللون، شفتوا؟ نفس الخضار، لا غمقت. ودي بقى لها سنه، ولا غمقت ولا لونها غير ولا اي حاجه اهو. بصوا حتى انا برضه مش مقشراها يعني. دي كده ايه؟ باميه ايه؟ السنه اللي فاتت. ده انا مخزناها السنه اللي فاتت، مجراش اي حاجه. كويس كده، كويس كده. بتتخزن بطريقتين. ازاي نونا؟ هي بتتخزن بطريقتين، بس دي الطريقه الاصح اللي هي بتتعمل على البخار، بيفضل لونها زي ما هو، ما بيتغيرش خالص. طب ايه هي اللون اللي هي ايه اللي طريقه البخار؟ ليه؟ امال ايه الطريقه التانيه غير البخار؟ الميه. الطريقه التانيه اللي هي تشوحيها في سمنه وتبتدي تخزنيها. دي كده طريقه مش صحيه خالص. ليه مش صحيه؟ لان السمنه يعني مدتها ان انت تخزنيها بالسمنه هو يعني مش اكتر من 3 شهور، شهرين بالكتير، عشان طعم السمنه بيغير، بيخليها تخلي طعم الميه الباميه يغير. استحاله تقعد سنه. باميه بالطريقه دي بتقعد بسنه. بنعملها على بخار الميه كده. تمام. هنبتدي نعملها. طبعا انا قمعتها غسلاها كويس جدا، قمعتها وتمام التمام، وهنبتدي نعملها. يلا بينا. معانا حله فيها شويه ميه، ودي معلقه سكر. ليه هنا في الميه؟ عشان دي ما تتحطش. نحط عليها المصفى كده ونستنى لما الميه تغلي. بصوا كده الميه غليت اهي، نبتدي بقى نحط الباميه اهو. وهنغطيها، هغطيها كده شويه وارجع لها. هي بتاخد بس كل حاجه 5 دقايق بس. هنشيل بقى الغطا ونبتدي نقلب الباميه، نجيب اللي تحت فوق واللي فوق كده. نقعد نقلب فيها كده 5 دقايق بالظبط. بصوا كده نفضل نقلب فيها كده لما كلها تبقى لون واحد، يعني ما يبقاش ايه، يبقى احنا كده عملناها والبخار غلفها كلها. اوعي تسيبيها تستوي، يعني في ناس كده بيسيبوها ينسوها، لا انت تقفي جنبها دي ما تسيبيهاش. هم 5 دقايق تقليب وهنشيلها. هي كده بقت تمام، نشيلها بقى كده. احنا حطيناها كده على الحوض، وهنبتدي بقى دي ميه ساقعه متلجه من التلاجه، هننزل عليها كده بميه. لازم نديها صبنه ميه ساقعه. هنسيبها كده لغايه ما تنشف خالص من الميه اللي احنا حاطينها، ونبتدي نعبيها. سيبها بقى لما تصفي ميتها خالص. بصوا كده نشفت خالص، زي ما بقاش فيها ميه اهي كده، نشفت خالص اهي. سيبها لما تنشف خالص تحت المروحه كده. تيجي بقى نعبيها ايه في اكياس. اهم حاجه بالكيس تخرجي منه الهواء. نعبي كده في الكيس بقى. الكريم طبعا على قد ما اولادك بياكلوا، يعني كل حد عارف مقدار العيله بتاعته قد ايه يعني. يعني مثلا هعمل الكيس انا كده مثلا في مقدار حوالي نص كيلو. اهم حاجه ان انا يعني بصوا اخرج منها الهواء خالص، ما يبقاش فيها هواء نهائي كده. حطوه كده عشان ما ياخدش مكان في وعايزه تربطيه اربطيه، بس انا عشان ما ياخدش عندي مكان في الفريزر فببططه كده بالطريقه دي كده. احنا ايه خلاص كده عبينا الباميه اهي بالاكياس، مخرجين منها الهواء، ما فيهاش هواء خالص. اهم حاجه ما فيهاش فيها هواء كده. ونروح ايه حاطينهم بقى في الفريزر، تفضل كده من سنه للسنه كده. كلام جميل، كلام جميل. بقى يلا بسرعه عملي الباميه واعمليها كده بسرعه عشان تلحقي ايه تخزنيها، لان هي خلاص الشهر على شهر 9 هتلاقيها بقت غاليه وناشفه ومش حلوه. بحبكم في الله.